السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة فوت أكسيون اتش دي. اليوم جبت لكم فيديو تقني معمق غادي يكشف لكم أسرار المواد والتقنيات الحديثة اللي كتستعمل في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، خصوصا في تغليف السقف وتركيب الكراسي الجديدة. غادي نعرفوا شكون هما الشركات اللي خدامة، منين جاوا المواد، وعلاش اختاروا هذه التقنيات بالضبط. خليوا لايك وشاركوا الفيديو باش يوصلكم الجديد ديال الملاعب المغربية خطوة بخطوة. بالنسبة لمشروع السقف والكراسي، ملعب الرباط كان خاصو تحديثات عصرية باش يكون جاهز للمواعيد الكبرى بحال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم إن شاء الله. بالنسبة للسقف الجديد باش يوفر تغطية أفضل للجماهير ويكون مقاوم للرياح والتغييرات المناخية. وبالنسبة للكراسي باش يكون عندنا ملعب مريح بمعايير الفيفا. بالنسبة لتغليف السقف، نوع السقف والتقنيات اللي دارت فيه. السقف اللي كيدار دابا في ملعب الرباط كيعتمد على نظام اف فيلم مومبران، وهو غشاء خفيف الوزن كيتصنع في ألمانيا وكيتستعمل في ملاعب عالمية بحال ملاعب الألينانز أرينا في ميونخ وملعب بكين الوطني. هذه التقنية كتميز بخفة الوزن مع مقاومة عالية للتقلبات المناخية، تمرير الضوء الطبيعي وتقليل استهلاك الإنارة بالنهار، سهولة الصيانة وانعدام الصدى يعني ما كيتصداش. بالنسبة للهيكل المعدني، الهيكل الداعم للسقف تم التصنيع ديالو من حديد المجفف مقاوم للتآكل، كيجي من مصانع في إسبانيا وإيطاليا، وهو مقطع بشكل دقيق عبر تقنية الليزر CNC باش يتم التركيب بسرعة وبأقل هامش الخطأ. هاد الهياكل كتكون مرتبطة بنظام دومبين سيستم اللي كيقلل من اهتزازات الرياح. بالنسبة لتقنية العزل والصوتيات، السقف مجهز بطبقات أكوستيك بانيل لتقليل صدى الصوت داخل الملعب وتحسين الأجواء أثناء المباريات، وهذا مستورد من ألمانيا. وهذه التقنية كتساعد كذلك على رفع جودة الصوت الهتافات. بالنسبة للمواد والتقنيات في مواصفات الكراسي الجديدة، كراسي اللي كتركب في ملعب الرباط تم التصنيع ديالها في إيطاليا وتركيا بتقنيات حديثة، مصنوعة من البولي بروبيلين المقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV ريزيستون بي باش ما يتبدلش اللون ديالها تحت الشمس. فيها تصميم مريح إرغونوميك مع مظهر منحني لدعم الظهر، يعني الإنسان يريح مرتاح في هذا الكرسي هذا. الكراسي مجهزة بثقوب لتصريف المياه في حالة الأمطار. بالنسبة للألوان، الكراسي غادي تكون باللون الأحمر مع لمسات رمادية في بعض الأقسام باش تعطي جمالية للملعب، وخدمات للفرز البصري للمدرجات، وهي معتمدة بمعايير فيفا كاليتي برو من حيث المسافة بين الكراسي وسلامة المواد ضد الحريق والراحة. بالنسبة لنظام التركيب، الكراسي كتركب باستخدام نظام سناب فيت سيستم بدون الحاجة لمسامير كثيرة باش يسهل الصيانة والتغيير السريع، وتم الاستيراد ديال هذه الآليات من إسبانيا. بالنسبة للدول والشركات المصنعة، بالنسبة للسقف المادة الأساسية ديك إتف فيلم هذه تستوردت من شركة فيكتور فوليتيك الألمانية. بالنسبة للهياكل المعدنية استوردت من مصانع إسبانيا وإيطاليا. بالنسبة للوحات العزل الصوتي من شركات هولندية. الكراسي مصنعة من مصانع إيطالية جرين ستاديوم سيت وبعض الدفعات من مصانع تركية متخصصة. الآليات والمعدات كلها من إسبانيا، شركة مغربية مكلفة بالتركيب إشراف ديال المكاتب دراسات تقنية بلجيكية وإسبانيا. واحد القيمة المضافة لهذه التقنيات، هذه المواد والتقنيات تساهم في تخفيض الوزن الإجمالي للسقف ب 40% مقارنة مع الهياكل التقليدية، وبتوفير أيضا 21% من الطاقة بسبب إدخال الضوء الطبيعي، ورفع عمر الكراسي حتى 20 سنة، ومقاومة العوامل المناخية وتقليل الصيانة الدورية. بالنسبة لهذه المسائل كلها صراحة هذه كانت نظرة تقنية شاملة على التقنيات والمواد المستخدمة في السقف والكراسي ديال ملعب الرباط. كيفاش المغرب كيتجه لاعتماد مواد وتقنيات حديثة باش يكون عندنا ملعب بمستوى عالمي. وغادي تشوفوا ملاعب اخرى في نهاية الفيديو، غادي تشوفوا ملاعب يعني بحال اللي دارت فيها نفس التقنيات اللي دارت في الملعب ديال الامير مولاي عبد الله. اكتبوا لنا في التعليقات شنو رايكم في هذه التجهيزات، شنو هي الملاعب اللي بغيتي نغطيوهم بتفاصيل تقنيه بحال هذه. ما تنساوش دير لايك وشارك الفيديو مع الاصدقاء باش يوصلكم الجديد ديال ملاعب المغرب بل اي واحد. نشوفكم في فيديو جديد على قناه فوت اكسيون اتش دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.